السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في عالم كريم وفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ونهار جديد. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى لي لايك اللي كديروا ليا. وكنتاسف بزاف اللي وليت كنخبر عليكم بزاف، ولكن لظروف خاصه داكشي علاش. ولكن اليوم حاولت نصاوب معكم الكيكه السائله اللي كطيب في المقله، اللي هذه البسبوسه ولا الكيكه اللي كديرها ماما من زمان، فوصفه قديمه بزاف. فقلت علاش ما نوجدهاش مع الناس زوينين، العائله ديالي الثانيه اللي كتبغيني وكنبغيها. كنتمنى ان شاء الله الا وصلتي الفيديو حتى لهنا ديروا لي لايك وسبسكرايب وبارطاجيو لي الفيديوهات ديالي. جزاكم الله خير، كنشكركم بزاف. وان شاء الله غادا تعجبكم، حيت ما نصوبوهاش بالسميده، فقط سبيسيال، يعني الدقيق الاصفر. كتجي ولا اروع، كتجي خفيفه وسهله، وكتوجد فقط في 10 دقائق. يعني مكوناتها موجوده عندكم في كل بيت. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير. من اسهل الوصفات اللي في خلال 10 دقائق كتقدروا توجدوها لوليداتكم وتفرحوا بها العائله ديالكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. الا بغيتوا شي وصفه فاكتبوا لي فقط في لي كومونتير، وانا نوجد لكم الحاجه اللي كتعجبكم وكتجيكم سهله حتى نتوما وتقدروا توجدوها لوليداتكم. ان شاء الله غنبدا نوجد معكم وصفات اخرين ديال فصل الشتاء، وكنتمنى يا ربي يرحمنا ويرحم جميع الموتى، ويا ربي يرحمنا بامطار الغيث، لان احنا محتاجين الامطار الغيث في هذا الوقت. يعني الشتا مازال ما نزلاش، وكنتمنى ان شاء الله تصب الشتا يا ربي. ندوزو على بركه الله. استعدوا المكونات، المكونات سهله بزاف وبسيطه ومتوفره عندكم. اول حاجه كنحتاجو ان شاء الله باذن الله بيضه في حراره المطبخ كتكون كبيره. عندي ساشيات الخميره اللي غنستعمل فقط نص ديالها، وعندي قبيصه ديال الملحه، عندي كاس ديال الحليب، وعندي سبيسيال يعني الدقيق الاصفر، ماشي اللي كنصاوبو به البسبوسه، اللي رق منه. وعندي نص كاس ديال الزيت، 4 كاس الزيت و4 كاس ديال السكر. يمكن لكم تزيدوا في الزيت ولا تغيروا ديروا الزبده، فانا كنفضل الزيت لانه كيجي زوين بزاف مع هاد الوصفه. فغادا نوضع اول حاجه ديك البيضه والسنيده، وغادا نضرب فيهم حتى تغير لي اللون ديالهم. غادي نجيب ديك الرشيشه ديال الملحه، ونبقى نخدم هذيك البيضه فقط عيب بالفويي، لا داعي باش نخدمها حيت المكونات قليله، يعني ماشي لا داعي باش نخدمها في الخلاط الكهربائي. فحاولت نخدم كلشي بيدي، يعني ساهله دغيا كتوجد. كنضرب مزيان هذاك الصفر مع البيض مع السكر مع المليحه حتى كيتجانسوا ليا. وكنجيب الزيت كنوضع حتى هويا، وكنضرب المكونات بحال ما هكا. يعني راه الكل كيعرف يخلط الكيك، يعني راه ساهله دغيا تتوجد، ما كتعداش منا 10 دقائق، وكطيب حتى الطياب ديالها دغيا. وما كنستعملوش بزاف ديال المراحل، يعني دغيا تنوجدوها. غنجيبو داك الكاس ديال الحليب، غادا نوضعو، غنخلط الخليط ديالي بهاد الطريقه. الا شفتوا الخليط ديالكم من بعد فاش كتخلطوا الكل وكتلقاو سبيسيال شرب لكم هذاك السائل، كتزيدوا 2 معالق فقط ديال الحليب. ما خصهاش تجي شاربه، ما تجيش فازقه وما تجيش ناشفه، يعني الخليط خصو يجي معتدل. شفتوا الخليط بعد ما خلطته خصو يكون يعني خفيف، ما خصوش يكون يعني ثقيل. غادي نجيب نص ساشيه اللي وضعت، والنص الاخر خليته جانبا. صافي، وغادي نخلط مزيان هذيك الخميره اللي درت مع الخليط ديالي بهذه الطريقه. صافي، بعد ما كيتجانسوا لي المكونات، الخليط ديالي تيكون بحال ما هكايا، تيكون ما ثقيل ما خفيف. انا خديت المقله ديال الطيفان، دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق سبيسيال، يعني الدقيق الاصفر، ووضعتها جانبا قبل ما نصاوب الخليط ديالي باش كيكون بالزربه. كي غادا نخلطها خصني نوضع الخليط ديالي في المقله ونوضعها فوق النار.
بهاد الطريقة. صافي غادي نحاول نسرح هداك الخليط اللي عندي بهاد الطريقة. صافي ومن بعد غادي نوضعو نيشان على النار. صافي ومن بعد كنقادها مزيان الوجه ديالها باش كتجي وجه مسطح. فهذه هي الكيكة السائلة. النار كتكون مهيلة. انا خديت هذيك العافية الصغيرة اللي عندي في البوطة وقطعت عليها النار مهيلة. صافي وغنطيح في المقلاس ديالي فوق النار وغادا نديرها وخليتها فوق النار يعني على بوطة مهيلة باش كطيب ليا. مرة كندور المقلاة غير بشوية وغادا ناخد واحد يعني طبسيل ولا غلاقة ديال الدجاج اللي عندكم ديال المقلاس. انا وضعت عليها هاد الغلاقة باش كيرجع ليها داك لافابور وكتجمع من الفوق. وانتم مرة كتحركوها وكتشوفوها واش طابت من الجوانب. ملي غادا طيب ليا من الجوانب غادا نحس بها بانها طابت، باني حسب كل مره كنبقى نحرك هذيك المقلاس باش تحمر من جميع الجهات. والبوطه كتكون مهيله حيت هي راه دغيا تتوجد. في هاد الاثناء ملي كنشوفوها حسينا بها بانها هي بدات كتوجد كنحيد الغلاقه وكندوز السكين من الجوانب ولا سباتولا باش كنشوف ان الحواش ديالها كلهم تحمر. صافي غنحيد الغلاقه وغنقلبها وغنخليها تحمر من الجهه الثانيه. بعد ما غادا تحمر ليا من الجهه الثانيه غيولي عندها اللون ديالها بحال هكايا. انا مشى ليا داك المقطع كنعتذر بزاف ولكن هذا هو الشكل ديالها. كتجي بحال هكا كتجي محمره من الجهتين. ومن بعد غادا نمشي ناخد يعني المربى ديال المشمش ولا كتاخدو شويه العسل وكدهنوها به وهي سخونه باش كتشرب هذاك العسل. ومن بعد كترشوا عليها الكوك بهذه الطريقه يعني طريقه سهله وبسيطه. صافي وكتوجدوا الاتاي ديالكم ولا القهوه ديالكم وكتحطوها لوليداتكم اللي كتجي بنينه وكتجي زوينه بزاف. غادا تعجبكم غير جربوها. في هاد الاثناء غنقطع معكم واحد الطريف وغتشوفوا يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف وكتجي واعره وليداتي انا كتعجبهم. فقلت علاش لا ما نشاركهاش حتى مع الناس ديالي الزوينين ومع العائله ديالي الثانيه. وغتشوفوا بعد ما غادا نقطع واحد الطريف وغتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو. كيجي واحد القوام زوين بزاف. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه وكتجي رائعه يعني ما كتجي لا مدقصه لا حتى حاجه. كنتمنى لكم السعاده والتوفيق وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء وتشكلوا وتصوبوهم. انا راه صوبت جوجات فكنحاول نوريكم يعني راه كيجيو زوينين بزاف. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. كنقول لكم شكرا جزيلا لكم.